لقد رأينا ركاب طائرات يتصرفون بشكل سيء، كما أننا رأينا طيارا يفقد أعصابه في المقصورة. لكن هذه المرة على متن رحلة الهند الجوية 611 كانت المشكلة في قمرة القيادة. يقول تقرير تايمز اوف انديا إن الطيارين خاضا عراكا في قمرة القيادة دقائق قبل الإقلاع من جايبور إلى نيودلهي، ولا تستطيع CNN التأكد بشكل مستقل من معلومات الصحيفة. لكن وفقا لمصادر تايمز اوف انديا فإن سبب عراك الطيارين كان أوراق الرحلة، إذ طلب قائد الرحلة التأكد من معلومات مهمة مثل عدد الركاب والوزن والوقود، وشعر مساعد الطيار بالإساءة وقام بضرب القائد. ورغم تأخير إقلاع الطائرة 10 دقائق إلا أنها أقلعت بالفعل، لكن الطيار التجاري فريد تيس يؤكد إنه في وضع كهذا لا يجب منح الإذن للطائرة بالإقلاع. أما شركة الطيران الهندية إير إنديا فقد نفت وقوع عراك جسدي، مضيفة أن الأمر عبارة عن سوء تفاهم بسيط. لكن بعد حادثة رحلة جيرمان وينجز 9525 فإن الشركات تركز على الصحة العقلية للطيارين. وقالت شركة الطيران الهندية إن لمساعد الطيار سوابق، فقبل 3 سنوات طلب من قائد الرحلة الخروج من قمرة القيادة وإزالة النجوم من على زيه وخاضا عراكا. وفي حادث آخر شكك قائد الرحلة بالصحة العقلية لمساعد الطيار.